هاخدكم معايا المتحف المصري. أول ما بندخل بنلاقي الملك رمسيس الثاني. ظهر التمثال بنلاقي نفرتاري حبيبة قلبه. ومفاجأة إن في كاميرا سيلفي كبيرة أوي بتصور نفسك، والصورة بتتبعت لك على الإيميل بتاعك. المتحف المصري الجديد كبير جدا جدا، مساحة 117 فدان. المتحف ده صديق لكل الناس، عشان لو حد مش قادر يمشي كتير في المساحة الكبيرة دي هتلاقي حاجات تسهل عليه، زي السلم الكهرباء والأسانسير اللي مالي المكان. كده كنا طالعين منطقة الدرج العظيم، ودي واحدة من أجمل وأكبر قاعات العرض، فيها حوالي 72 قطعة أثرية. كيرا ايه ده؟ أرنب. ده طلع الملك أمنحات الثالث، مش أرنب. واكتشفنا في الآخر إن كان في متحف أطفال، بس ما لحقناش ندخل. أخدنا فري تايم أنا ويوحنا، وعملنا فيه اكتيفيتيز جميلة. وهنا دخلنا قاعة الدولة القديمة واللي فيها تمثال الكاتب، والكاتب ده كان عينيه كانت شكلها حقيقي عشان مصنوع من الفيروز والكريستال. والكاتب كان أهم شخصيات الدولة لأنه كان بيرمز للعلم. كانت عاجبة قوي الاكسسوارز اللي هنا. ودي الأدوات اللي الكاتب كان بيستخدمها في الكتابة. وطبعا ما ينفعش ان احنا نقعد على اي حاجة. دون تاتش لو سمحت. وكمان ممنوع اللمس. اللي قدام خلاص مش عاجباني. دي قاعة كنوز الملكة حتب حارس، ودي كانت مامة الملك خوفو اللي بنى الهرم الأكبر. ودي كانت من أكتر الأماكن اللي عجبتني واتبسطت فيها. دي أوضة فاضية متشغل فيها بروجيكتور من 3 اتجاهات.
علشان يعرض شكل المقبرة حقيقي اللي من جوه. بيحركوا الصور كأنها حقيقية. وهنا اتحركنا على أكتر مكان كنت متحمسة أشوفه، قاعة الملك توت عنخ آمون. شفنا التوابيت اللي كانوا كذا واحد جوا بعض. وكمان شفنا مقصورات اللي كانت كذا واحدة جوا بعض. وعلى فكرة التوابيت كانت محطوطة جوا المقصورات، وقد ايه كان شكلها حلو قوي. القاعة دي فيها حاجات كتيرة قوي، زي العجلات الحربية بتاعته والأواني بتاعته والديكورات بتاعته. وهنا بقى الشاطر يقولي في الكومنتات ليه الحاجات ديت كانت محطوطة في المقبرة بتاعته. وكمان شفنا الأكفان اللي كان متغطي بيها. وأهم قطعة في القاعة دي هي قناع الملك توت. قد ايه هو جميل وكله تفاصيل. ويلا بينا على مكان جديد في المتحف. منطقة مراكب الملك خوفو. أما بيدخل جوه المركب مية، المركب بيدخل جوه من حتة مية وكمان وده كان أحلى فلوج للمتحف المصري. تعالوا معايا نتفرج بقى على الصور اللي صورناها.
الفيروز.